السلام عليكم من اقصى راي وين بلاصه معروفه اقصى عن الجزائريين عن الكفر. نبداو الفلوق تاعنا المره هذه ماناش عارفين نرحبوا من يعرف والو مي برك ان شاء الله تعيشوا مع بعضنا. كلش مليح كلش بيان. اليوم راح نعرفوا اذا تركيا اصبحت غاليه على العرب وعلى الجزائريين خصوصا، ولا تركيا مازالت الدوله المناسبه الدول الاكثر سياحه، ومازال السياح تقصد دوله تركيا ولا ما بقاتش. راح نعيشوا مع بعضنا هذا الفلوق اليوم نشوفوا كلش، نحكيو على كلش، العشاء الغداء، يعني نعيشوا كل التجارب تاعي معايا في هذا النهار. ان شاء الله يعجبكم. وقبل ما نبداو ما تنساوش تدعمونا، بارطاجيو لنا الفيديو، ديروا لنا جيم ولايك، ويلا مع بعضنا نبداو في هذا النهار. كما راكم تشوفوا عاودت رجعت للشنطه باسكو نسيت باور بانك، نسيت بتاع الحاجه تاعي اللي نحتاجهم. سي بور سون دركا رايحين نعاودو نخرجوا نروحو مع بعضنا. اليوم ما راح نعرفوا جيت كوفي تاع البحر، ومن بعد نروحو نتعشاو في مطاعم بلديه اللي راح نحكي لكم عليهم، راح يفيدكم مليح مليح مليح. راح نعطي لكم مطعم قوه الله يبارك في الفيو تاعو، ولا في الماكله، ولا في السومه، في كلش. يلا مع بعضنا نروحو. وهنا كما تشوفوا رانا انتقلنا لمدينة طوباني أو منطقة طوباني عفوا. استقلينا مترو من أكساراي حتى وصلنا لطوباني، يعني تحكم المترو الأول اللي راح يروح لإيمينونو ولا لأي مكان سركاجي ولا أي حاجة، وتكمل معاه قد 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 حتى توصلوا لواحد المكان اسمه طوباني. هذا المنظر جميل 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 جدا، عنده واحد الفيو رائع للغاية، الأكل مناسب، السعر مناسب، بما أنهم مطاعم البلدية، يعني راح تتمتع لدرجة كبيرة، وأنك راح تاكل وتشوف منظر هايل ومنظر رائع بأقل أسعار جدا من أي محلات اسطنبول أخرى الخاصة بالأكل. لذلك قررنا أن نقوم بالعشاء في مطعم سوسيو تيسيليري الخاصين بالبلديه. راح يكون شويه ازدحام، وعلى هذه على بها لازم تجيو شويه بكري قبل بساعه، ولا تحكموا رقم الطابله وتستناو شويه حتى يمدوركم. وهذه عينه فقط من الاكل، الاكل تاعهم بنين بنين مليح بزاف، ويعني مش راح تندموا كي تزوروهم. وهنا جينا البلاصه اسمها كراتابور، بلاصه باهيه بزاف، بلاصه ليكس، بلاصه فيها غير لي كرون اوتيل، فيها كلش مليح. راح نستمتعوا مع بعضنا، نخليكم تشوفوا شويه الشاهد منا، نشوفوا القنطره تاع البوسفور، نشوفوا البحر، كلشي منفصلين لهنا. يلا عيش معنا هاد اللحظات. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. راح نشوفوا مع بعضنا اسطنبول. هل اسطنبول صح غاليه؟ عاد ما تقدرش انك تجي تعدي فيها فاكونس تاع 7 ايام ولا 8 ايام. والله مازال اسطنبول يعني هي اللي نقدروا نعقبوا فيها فاكونس، نحوسوا فيها، نعرفوها مليح ونشوفوها مليح. يلا راح نعيشوا اليوم كامل في اسطنبول، شوفوا قدا يسقرنا، شوفوا التجارب اللي راح نعيشوهم وكلش مع بعضنا. ليتس جو. دوكا نعطيكم شويه معلومات على تركيا قبل ما ندخلوا في هذا الفيديو. الاسعار لهنا راهي زادت وخدات فوق اللازم، كيما نحكيو على الركبه في المترو ولا الركبه في الترام ولا في اي حاجه تاعهم، راهي ولات 20 ليره، يعني ما بقاش كيما بكري. العام اللي فات كانت 15، العام اللي قبلو كانت 5 ليره، يعني كل عام راهي قاعدين يزيدوا الامورات. الماكله يعني البلا الواحد ما بقاش كيما بكري، كان البلا الواحد بكري 120 150 170 تجيب بلا، دونك البلا عاد غير من 400 و 500 و 600 الف. الساندويتش بكري اللي جاو من تركيا من قبل ويعرفوها، سعر الساندويتش كان 40 30 20، عندها عامين كانوا هكا الاسعار. دركا سعر الساندويتش الواحد راهو ما كانش اقل من 120. كاين تاع 80 اللي درت لكم عليه فيديو انا في التيك توك، ودرت لكم واحد تشوفوا في اليوتيوب، هذاك 80 ليره شاورما تاكلها بيان مليحه، يخدموا فيها عرب وسوريين تسمى ولا فلسطينيين، الله اعلم، الله ماني شايفين مليح. تسمى قادر تاكل، يعني كنت تعرف وين تعيش وتاكل تعرف تعيش، بصح بالنسبه للاسعار الاخرى راهي كلش زاد. القش والملابس وهذوك الحوايج والهدايا، يعني انا ما بقيتش ننصح تركيا بهاد الحوايج، باسكو تركيا ولات غاليه فوق اللازم، وكلش عاد غالي، وعاد راهم من لهنا قاعدين شغل هما اللي يبروفوكيو الناس، وقاعد الناس تعود ما تقدرش عليهم، تسمى راهي الاسعار قاعده تزيد وتزيد. يلا مع بعضنا دوك ندخلوا جهه الكرون بازار وبايازيد وهذوك، شوفوا الاسعار تما، شوفوا الدنيا. قاعدين نزيدو نهبطوا السوق المصريين، نشوفوا ابيبري وين قاعدين يديروا الاسعار، نعطيكم لي بلا قدا قاعدين يديروا، يعني نعيشوا تجربه نشوفوا فيها شويه.
الاسعار تاع الملابس. تريكو يبيع فيه من 200 حتى ل 250، بونطاكور من 250 حتى 300، شورطات يعني وحاشاكم من نعل السبادري اللي يبيعوا فيه من 350 حتى 650. يعني هذه سعر الملابس هنا خاصة عموما. كيما هادو اللي حبيت يدي هدايا معاه والله يمدهم للناس، شغل دي بتي كادو يبيعو فيهم ب 35 ليرة. هنا راح نشارك معكم بعض اسعار المأكولات اللي ممكن راح تلقاوهم لهنا وتاكلوهم كي تجيو اسطنبول. حاليا نحن بمنطقة تدعى منطقة السلطان أحمد. هذه المنطقة تعتبر واحدة من أشهر المناطق في اسطنبول، حيث تعتبر فيها مسجدين. المسجد الأول هو مسجد السلطان أحمد، هذا المسجد الذي يعرف بتسمية المسجد الأزرق موسكي بلو. مسجد قديم خلاص بزاف. كاين مسجد خلاف اللي أونفاس ليه هو مسجد آيا صوفيا. مسجد آيا صوفيا تم تحويله إلى متحف، ولكن بعدها عندما جاء اتاتورك هو اللي حولوا المتحف، من جاء أردوغان رجعوا المسجد. ها هو هذا هو مسجد آيا صوفيا. كمل شوية. وهذه حديقة قدام هنايا مليحة بزاف، يجيو الناس يقعدوا فيها غاشي يعني. وفي الويكاند آيا صوفيا تكون فيها غاشي كبير كبير. نشوفوا مع بعضنا هذا الغاشي. باش تدخل موجود تاكسيدات كبير غاشي كبير، ما تقدرش يعني حتى تدخل تشوف ولا تما. يعني الافضل اللي يجي ليها في الويكاند. وهذا المسجد اللي منفصلين، هذا هو مسجد السلطان احمد او المسجد الازرق، اللي يجي قدامه هذه الكراسي المشهوره اللي يصوروا فيها الناس. دخوليه مجاني يعني ما تسلك حتى دورو. وكاين هنا ثاني متحف، هذا متحف ويجي فيه قبر تاع واحد من تاعهم، والله ما نكذب عليكم شكون. كيسونسيال بلاصه شابه، العائلات تقدر تقعد هنا غاشي تصور. يعني بلاصه رايعه وتقدر ترتاح فيها، تقعد في الحشيش ولا تقعد في الكراسي اللي خادمين ولا تقعد في اي بلاصه. تلقى كل الاجناس، شناوه، عرب، من اوروبا، من كل بلايص اللي هنا كاين. يعني بلاصه فريمون ترتاح فيها، فريمون خلوي، بلاصه مليحه. يعني ننصحكم اللي يجي لازم يجي للسلطان احمد، مكانش اللي يجي لهنا اسطنبول وما يجيش للسلطان احمد. راح نشوف ونذهب مع بعض اليوم السوبيرات. راح نشوفوا الاسعار حاليا في اسطنبول وشحال. السوبيرات انا من هذا المنبر ننصحكم، كاينه بيم، هذه بي اي ام، هذه السوبيرات تاع الدوله التركيه، هذه اللي تجي رخيصه كيما لهنا. ها مترو اكساراي ولا من لي بيس تاع هافايست، من تما هاي تجي تهبط على اليمنى، هذه الديار اللي كاينين هنا، تبع هذا الشباك هذا كيما نقولوا ولا ما عرفت كيفاش اسمو، تعدي قدامه هاي على اليمنى تاعو، تدخل من هذاك تلقى هذاك تاع الشاورما اللي حكيت عليه من قبل الفيديوهات السابقه. ومن بعد نروحو نكملو بالقد نلقاو هاد لي سبيرات تاعهم بيم، هادو هما اللي يبيعو افضل اسعار وارخص الاسعار. كيما الماء مره يتباع ب 10 ليره الكبيره 15 ليره، لهنا يبيعو القرعه قريب 3 ليره. يعني اسعار تاعهم ملاح مع بعضنا. يلا نروحو مع بعضنا لهذه كي نحكمو الطريق القد. ها هيك منفصلين نلقاوها بيم، هذيك هي السبيرات اللي يجي خاص لي بري تاعها. نلقاو الحوانت الاخرين ولكن الاسعار تكون غاليه. بيم هي تابعه للدوله التركيه، تلقى الاسعار تاعها مليحه ومناسبه جدا، مش كيما الحوانت تاعها.
يعني سوبر ادبي معروفه بالاسعار تاعها باللي راهي اسعار جد مناسبه. كيما هنا الشيكولا يعني دير من 4 ليره 12 ليره 14 ليره. عندك الحليب يدير 20 ليره الوقت هذا. عندك قرعه صغيره دير 5 ليره برا راهي دير 15 ليره. قرعه كبيره دير 10 ليرات راهي دير برا اكثر من 20 ليره. يعني كل شيء راح يكون مليح جدا واسعار مناسبه جدا تقدروا تستفادوا منها كي تكونوا قاعدين هنا. والان بعد ما خرجنا من الغرفه تاعنا رانا نروح كش ما ناكل نتغدى. يعني مش راح ناكل حاجه اللي كبيره بزاف باسكو فريمون ماني جيعان. جوست ندوقو كاش حاجه ولا باه نصبرو بها الجوع نشوفو كاش ما حاجه اللي راح تعجبنا ولا راح تساعدنا ناكلوها ان شاء الله مع بعضنا. يلا ليتس جو كيف نروحو لكاش ريستورون. وقت الغداء خرجنا ما لقيت وين نروح ليها. ايا قلت نجربو ماكدونالدز هنا في تركيا. غنجربو ماكدونالدز هذا اللي موجود في نيكابي. نجربو ناكلو عنده ما عجبناش الماكله تاعو سكو مليحه ولا مش مليحه. راح نجربو نعطيكم الخبره تاعي ونعطيكم الاسعار وكلش مع بعضنا. وهنايا شرينا ساندويتش وشريت ثاني وحده همبرجر في سعر الاثنين تقابلنا 540 ليره. يعني الوحده تايكوت 260 ليره. هذا هو سعر وجبه كامله. يعني غلاء كبير في الاسعار. ما كانش واحد يجي لاسطنبول بلا ما يروح يزور السوق المصري. السوق المصري يعتبر واحد من اشهر الاسواق لهنا في اسطنبول. فيه كلش يعني تلقاو فيه حوايج بلا زيد اون بليس راهو قديم بزاف. تسمى راهو واحده من التراث التركي. لذلك نروحو نزوروه مع بعضنا. وهنا راح نحكيو مع بعضنا على السوق المصري. السوق المصري يحتوي على عدد كبير من المحلات اللي راح تكون تبيع كلش. عندك البهارات مثل الفلفل الكحل وهذوك الحوايج. ايضا راح تلقى الحلقوم تلقى البقلاوه تلقى اي حاجه راح تلقاها تتباع تما. يعني الاسعار راح تكون زايده شويه خصوصا انه سوق سياحي عن جد. يعني كلش ما ننصحش تشريو من تما. فيه الذهب فيه كل شيء فيه الفضه فيه كل شيء ولكن ما تشريوش من تما. ايضا خارج السوق المصري بجانبه تلقى محلات يبيعوا فيهم الحلوى. تلقى محلات يبيعوا فيهم فرماج القهوه. يعني كل مستلزمات اللي تحتاجهم دي تروك تقدروا تديهم دي كادو. ولكن يعني يشري دي تروك يروح للسركاجي وما يروحش لقدام السوق المصري. يعني الاسعار تما زايدين شويه فوق اللازم. مليحه تحوس فيها. كما هو معلوم وتعرفوه اسطنبول تنقسم الى قسمين. قسم اسيوي وقسم اوروبي. القسم الاوروبي اللي رانا عايشين فيه واللي راني ديما نعطيو لكم في الفيديو تعرفوه اللي فيه يوسف باشا اللي فيه اكسارا اللي فيه السلطان احمد فيه تقسيم فيه النايس هذو المعروفين في تركيا. والقسم الاوروبي فيه كاديكور فيه اسكودار فيه قداه بلاصه. يعني انا بالنسبه لي الجهه الاسيويه نضيفها بزاف من الانسان تاع الجهه الاسيويه خير من الانسان تاع الاوروبيه. الاوروبيه تلقاه شويه صامت شويه يحوس على الخدمه. منا الاسيوي تلقاه يضحك معاك يدير كلش بيان في الكوتي الاسيوي. دركا رايحين حنا للجهه الاسيويه منطقه اسمها اسكودار اللي فيها برج البنات فيها بلايص ملاح بزاف. وتقدر تروح منا الاسكودار بسعر رمزي ايضا 25 ليره. راح تسقل الباخره وهنا رانا في ساحل اسكودار. الطريقه هذه تكمل فيها مباشره راح تخرج لجسر البنات اللي هو معروفه قصتها ومعروفه واللي يحوس عليها يبحث عليها في اليوتيوب يلقاها. واجمل وقت يعني ننصح بكم تروحوا به الاسكودار هو وقت غروب الشمس. يعني في المساء راح يكون جو رائع جدا. تشوفوا منظر غروب الشمس تشوفوا اجواء جميله جدا مقابل البحر وراح تستمتعوا بزاف. حاليا انا في الجهه الاسيويه من اسطنبول. يعني عجبني في الجهه الاسيويه تكون نظيفه بزاف تكون باهيه ومخدومه مليح وكلشي فيها مليح. Yoruldum kalbimizde yaş geldi 40'a çıktı. Dirildim bir de öldüm. Dostlar bizi bıraktı. وهنا راح يخلص الفلوق تاعنا. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واي استفسارات لكم حول اسطنبول حول السياحه في اسطنبول اتركوها لنا في تعليق سوف نجيب عنها مع بعض. شكرا لكم على المتابعه. نلتقي في فيديو اخر حلقه قادمه مع بعض.